هنتكلم عن قصة الفنان والمطرب المعروف مع الجن الشاطر اللي كان بيذاكر. هنتكلم عن قصة الفنان هاني عادل مع الجني المتفوق اللي لما كان هاني عادل يسيب المذاكرة حتى لو حاجة بسيطة كان هو بيكمل مكانه. جني متفوق، ودي رسالة للطلبة اللي بيزوغوا من المذاكرة. ادي شايفين ادي في جن متفوق وشاطر. قصتنا قصة حقيقية برغم ان كان في شهود على احداثها، بس للأسف هاني عادل لما قال اللي حصل لأهله محدش صدق ولا كلمة من اللي قالها. ليه؟ لأنها بصراحة أحداث لا يمكن أن يتخيلها العقل. هنحكي التفاصيل كاملة زي ما قالها، ومش هتتخيلوا اللي حصل. لو بتخافوا بلاش تكملوا الحلقة، تابعوني في قناة بيت الرعب، وما تنسوش اللايك الحلو زيكم وكومنت كده يفسر لي ايه اللي بيحصل، ولو حاجة حصلت لكم مشابهة اكتبوا لي تحت. نقول بسم الله. الفنان هاني عادل طلع في احد البرامج المعروفه وقال ان في قصه ليه مع الجن حصلت له وهو صغير. بيقول ان كان في الشقه مره قاعد لوحده، وكان امه وابوه بره، وهو كان قاعد بيذاكر، مش قاعد زي اليومين دول على الموبايل ولا اي حاجه. فبيذاكر والمكتب موجود وفي الكرسي قدامه وقاعد مركز والدنيا حلوة وبيس. مرة واحدة بيقول إن جارته ومعاها عيالها رنوا على باب الشقة، فكانت عايزة حاجة. فبيقول قام من على المكتب وراح يفتح الباب، فلقى جارته كانت عايزة حاجة. وده كان المعروف يعني زمان إن أي حد من الجيران عايز حاجة كان الود متواصل وكده. فراح بيقول يجيب الحاجه دي من التلاجة. فبيقول بعد كده وانا راجع لقيت جارتنا دي داخله الشقه وبتقول لي هو مين قاعد على الكرسي. فبيقول انا عايزه اقول لها مفيش حد اصلا غيري في الشقه، هو مين اصلا قاعد على الكرسي؟ مفيش حد. قال فبنبص على الكرسي لاني قلت لها مفيش حد، قالت له لا في حد. بنبص احنا الاتنين في نفس اللحظه وفي نفس التوقيت لقينا الكرسي بيتمرجح كأن حد قاعد عليه وبيسلي نفسه وبيقول له ما يلا بقى خلص، ما تضيعش مذاكرتك، خلص وانا هذاكر كده مكانك، وكمان هروشن على نفسي شويتين. ولقينا ان الكرسي عمال يتمرجح ويترجر كده ويتهزهز كأن حد بيتدلع على الكرسي شويه، وانه بيقول له ايه انا مستنيك هتيجي امتى. عارفه انا لو مكانه والله العظيم اسيب الشقه اللي جارتنا واطلع اجري فورا بره باب الشقه واستنى بقى امي على باب الشقه وانتوا هاتولي حاجتي من فوق. فطبعا انا اقول لهم يا انا يا الكرسي في الشقه. فطبعا حلة رابعه انا مش عارفه جاله الهدوء ده منين. فبيقول وقعدنا طبعا انا مذهول كده وايه اللي بيحصل ده. وبعد كده بيقول ان هو لما حكى الحكايه دي لوالدته لما جت للاسف ما صدقتوش، وبتحسب ان هو بيتخيل بيتوهم اي حاجه. هل هي فعلا ما صدقتوش ولا هي صدقته وهي مش عايزه تبين له ان هو فعلا على حق علشان ما تخوفوش اكتر؟ ده ما كانش معروف. في ناس كتيرة بتيجي ما تصدقش أولادها لو شافوا حاجة زي كده، ويجي يقولوا إيه ده تلاقيه خيال، ده تلاقيهم بيتوهموا ويجوا يكذبوا أولادهم، ويمكن فعلا ده يكون الواقع وده اللي شافوه فعلا. وبيقول إن هو عايش وكمل حياته عادي، بس فعلا القصة كانت مرعبة. إن هو شاف، ومش هو اللي شاف عشان محدش يقول يتخيل، لا ده كان في أصلا جارتهم هي اللي لفتت انتباهه للموضوع دوت وقالت له على اللي حصل. بس للأسف برغم ان كان فيه شاهد وهي الجارة رجع الأمور كما كانت عليه وعاش عادي جدا جدا. وده أنا مش فاهمة ازاي، لأن هو كان شخصية هادية جدا وكيوت. فأنا مش فاهمة ان هو عايش وكمل ازاي حياته كده في في هذه الغرفة وهذه الشقة وهذا المكتب وهذا وهذا وهذا. نكتب ونقول لماذا احنا ممكن نشوف الحاجات اللي مش ما فيهاش اي لذاذه. وعايزه اقول لو حصلت لكم قصه مشابهه زي دي زي اللي حصلت للفنان هاني عادل، فتعتقدوا هو فعلا عنده حق ولا كان بيتوهم؟ طب وجارته كان بتتوهم معاه؟ حصلت لكم قصه مشابهه؟ لو حصلت لكم قصه مشابهه يا ريت تقولوا لي وتكتبوا لي في الكومنتات. ولأول مره اشوف القناه اتمنى تشرفوني بوجودكم فيها و
تنضموا ليها. متنسوش اللايك الحلو زيكم كده، والكومنت اللي تشجيع كده ليا على الفيديوهات. متشكرة لكم جدا. تابعوني في فيديوهات كتيرة ان شاء الله جاية على قناتكم، قناة بيت الرعب.